يا فرحتي يا حبيبتي لما تروحي سبا وتعملي هاد مساج وتعملي فيشلز وانتي اصلا مخك عمال بيهري وينكت تحت ايد الست، اما خلاص مش عارفه تعمل لك مساج. يعني فلوس مساج على الفاضي، ادهاني انا اولى بيها، وعدم تقدير لايد الست اللي عماله بتدلك فيكي لمده 80 دقيقه. عارفين في حاجه كمان اندر ريتد قوي لو اتعلمنا ازاي نقول لا. صدقوني دي من اقوى الحاجات المهمه اللي بجد بتحمي من البيرن اوت بطريقه مش طبيعيه. ليه؟ علشان احنا طول ما احنا عمالين بنقول لحاجات احنا مش قادرين ومش عايزين ان احنا نعملها، احنا هيتم احتراقنا نفسيا وجسديا ومعنويا وشغليا واحتمال ماديا كمان. ومش بس كده، هنلاقي نفسنا ان احنا بنشتغل مش لنفسنا، للبني ادمين. تاني نوع اساسي من البيرن اوت هو الاندر تشالنجد بيرن اوت، وده بيبقى عكس الاوفرلود بيرن اوت. وده يا جماعه بيبقى احتراق من قله التحدي، جاي لي احتراق بسبب الملل. يعني لوكي 3/4 نفسنا يكون عندنا الملل ده. ولكن ان شاء الله محدش فينا يوصل لاي نوع من انواع الاحتراقات بليز. هنا بتحس ان كل يوم بيبقى شبه التاني، مش عشان انا شخصيه روتينيه بحت، لا، علشان ما فيش اي نوع من انواع الاختلاف. المكان اللي انا بشتغل فيه مش بيديني اي نوع من انواع الاحساس بالتطور، الاحساس بالتحدي. ومن الحاجات اللي بتخلي البني ادم كده عنده بيربس او شويه اللي هو لا، انا عايز اعمل حاجه زي دي، او بيبقى عنده زي حاجه بتخلي كده عندنا شعله جوانا في نفسيتنا ان احنا يكون عندنا تشالنج عايزين نعملها. بحس ان انا ما عنديش اي مساحه او مكان ان انا ابرز فيها قدراتي. ده عكس طبعا اصدقائنا اللي في الاوفرلود بيرن اوت اللي مش بيعملوا اي حاجه غير ان هم بيبرزوا قدراتهم.